السلام عليكم. الحلقة الثالثة من سوالف كهربائي. نستفتح هذه الحلقة مع الأخ المبدع حسام سمير الكهربائي من مواليد 1991. دراسة هندسة كهرباء، وأيضا فاحص هندسي مستوى أول. عمل في مجال الكهرباء من سنة 2009. السكن بغداد الرصافة. أهلا وسهلا أخوي. أهلا وسهلا أستاذ ياسر. الله يبارك فيك. الله يحفظك. الله يحفظك. أخوي حسام، كثير من الكهربائيين يقولون أرجوك توقف عن نشر الفيديوهات التعليمية أو التقليل من إعطاء الدروس المجانية، يعني بين قوسين كلها راح تصير أصحاب مصلحة، كلها راح تصير كهربائي. برأيك هذا الشيء صحيح؟ أولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب بك وضيوفك الكرام. شرفتنا. بالنسبة لهذا المنطلق أو هذا المبدأ العمل، هذا الشيء أبدا مو صحيح، لأن زكاة العلم نشره. أنت بديت مشروع ونشرت وعلمت الناس والناس تترحم لك، وبالإضافة أنك جاي توعي الناس بالصح والخطأ. هسه نحكي أنا أبو بيت وشفت الصح من الخطأ، أقدر أقيم عمل كهربائي هذا صح لو خطأ. ليش؟ لأن شيء متاح. بينما هذا يجي الكهرباء أو يلعب ويسوي له حركات في البيت مو صحيحة، فأني يعني ما أعرف، فراح تمشي علي. بالإضافة للتثقيف والدورات اللي جاي تصير أو الندوات اللي جاي تصير هاي الشركة أو بغير شركات، جزاهم الله خير، هذا الشيء كله زين ويصب مصلحة الكهربائي يطور مهاراته، ومصلحة الناس إنه يختار المنتج الزين. نعم، أنا القصد يعني من خلال هذا السؤال، لا يعني بالعكس زيد، يعني لا زيد، أكيد زيد. قد ما عندك جهد وإمكان الزيد، وهاي دعوة للشركات كلها اللي يقدر يبادر. وفعلا بادرت الشركات تفتح دورات وندوات تطور مستوى الكهربائي. نعم، يعني طبعا احنا حتى نكون صريحين وواقعين، اكثر شركه بادرت بنشر التعليم او ساعدت في نشر التعليم هي شركه اوزن. شركه اوزن عريقه بهذا المجال، باول شيء اهتمت به هو التعليم. هذا التعليم اعطاها حافز بان التعليم فوق كل شيء. اول شغله ذكرتها وقالت بها شركة أوزن بأن أنا لازم أستمر، والدليل على كلامنا بأن احنا صار لنا هسه حاليا يعني أعتقد يمكن صار 2.5 سنين بلشنا ببرنامج الطموح معكم. صار 2.5 سنين ولحد الآن نستمر، وجاي نفتح دورات مو فقط يعني بس ATS، لا كثير من المجالات. الأخ هنا السائل يقول أنا يعني خايف على الرزق مالتي، يعني هو الرزاق منه الله، مو صح؟ هو من ياكل رزقه مستحيل. كل من انت تحتكر فد عمل معين لك او فد مهنه معينه، مستحيل ما تقدر تحتكرها. صح. بالاضافه انه الكهرباء بحر، يعني ايش ما تتعمق به يعني انت تظل نقطه بحر. صح. واحنا في ظل تطور اكثر واكثر، عارضين اسعارهم. احنا ولو شويه خرجنا عن موضوع السؤال اكيد، بس هي البرنامج مثل اسمه سوالف كهربائي، هي مناقشه سالفه جر سالفه. صحيح. احنا للامانه يعني هسه هذا شوفوا كله قدامكم، يعني يجوز البعض من الكلمات شويه نسحق هاي نقطعها، مو أي. بس احنا هاي سوالف كهربائيه. اعذرونا، اخاف يعني كلمه نخطا بدون ما ندري، مصطلح خطا، هاي نحن نعتذر يعني حتى تكتمل الصورة قدامكم. هذا السبوت لايت مكانه خطأ، ما يصير يضرب على القطعة الداخلية للسبلت، ما يصير خطأ. أخوي حسام، شفت الفيديو؟ شفت الفيديو. من رأيك يعني شنو نقاشك؟ شنو؟ أول شيء توزيع الإنارة بالنسبة للجبسون بورد البوكس، يقسمه يتفق الكهربائي ويا ابو جبسون بورد، بس التثقيف على ابو جبسون بورد. بس اذا سوى رقم كامل للسقف جبسون بورد، لا هنا الكهربائي يقدر يشتغل بروفايل، يقدر يثقب مكان المحولات مكان الوايرات، هو اللي يشتغل. زين اذا صار الشغل على يعني مثلا سواء الكهربائي او الجبس بورد حتى يثقب، زين مو احنا المشكله بين قابل ما يندل المكان السفلت هذا مكانه؟
يعني معقوله ما يندله؟ حتى الاناره سبوت لايت ما يصير فوقها. هنا استاذ صار انه خطا بالتوزيع الاناره، خطا توزيع الاناره، لازم استشير، لازم من البدايه. لازم من البدايه. زين شلون راح يعرف اكو مكان هنا بالسبلت؟ شلون راح يعرف؟ مبين بوكس فارغ، عاشتي مبين هسه سبارت بكل مكان، يصير نص الغرفه لو بهذا الضلع لو بهذا الضلع، صح. وبوكس اكو فارغ ما يصير اخلي فوق. نعم. اي ولا اقدر اخلي تلفزيون جوا، ليش؟ يعني هذا ممكن ما ينزل يضرب عليه. هو ضروري يصير تنسيق بين ابو الديكور والكهربائي، واحنا ناقشناها بالحلقه السابقه. ضروري يصير تنسيق حتى يعرف وين مكان السبلت، ويعرف وين يعني الاناره يوزعها توزيع صحيح واناره مثاليه تكون، حتى تكون الضربات اللي مال السبوت لايت وغيرها يكون شكل صحيح وارتب. صح. لازم يصير اتفاق مبدئي. يعني هسه هذا الخطا انا اتوقعه من ماكو تنسيق، جابوا جيبسون بورد قاس قياسات وثقب، جزاه الله خير هو، بس ما حسب حساب الناس اللي راح يكون ولا يعني هواي امور تصير اخطاء صارت عندنا. هسه احنا راح نفق فيديو بالشغل الصحيح والمرتب اللي صار تنسيق مع الكل، كهربائي مع مهندس الاناره وغيرها، وراح تشوفون الشغل الصح. جزاك الله خير. هسه مثل ما تشوفون هذا هو الشغل الأصح، عدم وضع أو تثقيب للسبوت لايت، هذا هو الشغل الأصح. مو أخويا سالم؟ صحيح. مداخلة أخويا ياسر. عيوني. شلون راح يعرفون إنه هنا مكان السبلت؟ يعني قصدك الكهربائي شلون راح يعرف؟ شيء أكيد أكو بوكس أو بوري خاص للسبلت للقطعة الداخلية، وبالتالي راح يعرف أكو مكان، هذا المكان هو سبلت، فما يصير يثقب. تمام؟ يعني المكان واضح. صحيح عاش يدك. فقرة اعتراف بالخطأ فضيلة، أرجو مشاهدة هذا الفيديو. الخطأ اللي سويته هذا، أرجوكم لا تتبعون هذا الخطأ، هذا أكبر خطأ، وأنا أعترف بهذا الشيء. هذا صار مطر وش عيني، احنا ضبطناه بالسيليكون وكذا وهاي، بعدين جابوا البيت قام يدفع وايرات مال السحب، فالشغل اللي اشتغلته اني راح لغى، لان هو اجى دخل وايرات سحب ودخل مي المطر، وكان يعطل هذا الاجهزه، هاي الفيس فيلار، هذا عطل نزل المي هيك. ما يصير خطأ، ارجوكم لا تتبعون هذا الخطأ، وانا اعترف بهذا الشيء. وش عيني الصح هو شلون تشتغله، تمد البوري منها، تمد البوري داخل الجدار من البدايه، تمد البوري يجي يطلع منها من هذا المكان، يطلع من هذا المكان، حلق البوري يصير منه. تمام عيني؟ وتقدر تسلك براحتك الكيبل او الوايرات يجي يطلع منه. هذا حتى اذا دخل المي منه انت ما ضابطها او شيء، لما يدخل المي منه مثلا على سبيل المثال، يعني يدخل المي، فالمي راح يجي يطلع هنا، راح يوقف المي هنا، راح شو تقول؟ راح تقول يابا ياسر هذا صار مي هواي هنا، وش عيني؟ هاي شلون راح ينزل؟ هذه تثقبها منها، هذه منها تثقبها او تضربها كوسره منها، شقها منها ومنها، فالمي ما راح يجي، راح يجي المي يطلع منها وينزل، احسن ما يروح على الاجهزه الكهربائيه، هاي الاجهزه البورد. تمام عيني؟ هسه انا جاي اسلك هذا، هسه حاليا مسلك هذا البارد حار حار حار، سلكه هيجي ويجي ينزل ويربط بهذا القاطع الوطنيه. ارجوكم عدم اتباع هذا الشيء. اخوي حسام، شفت هذا الفيديو؟ اي شفت. شنو تعليقك؟ هذا مرات يدخل بيه مي، يعني بسبب انه مثلا انضافت وايرات او انضافت شيء، او البيت ضاف او هو بيه اكسباير، هذا حتى الفون بيه اكسباير لابد يضمحل بسبب الحراره. جونا مو طبيعي بالعراق. زين، فالافضل يكون من الجانب. هسه بالفتره الاخيره انا اشتغله من الجانب، يكون بجانب البورد، وعكس يكون 90 او عكس مفتوح. شو الترتيب مالته؟ لا انا راح اكو نقطه نظام انا وياك. العكس للامانه الكيبل سواء كان حجمه 10 ملم او 16 او 25 بالعكس ما راح يمشي. فنفس اللي ذكرته انا بالفيديو، ارجو ان يعني كل الاخوه الكهربائيين يتبعون نفس اللي ذكرته بالفيديو. احنا هذا سوالف كهربائي، يعني كل واحد له وجهه نظر، صح؟ استخدم انا الكيبل العكس نصيحه لوجه الله، العكس ابتعد عنه،
خصوصا بهيك امور اللي مثل الفيديو اللي ذكرته. يعني ينزل عدل الكيبل الى ان يوصل للجانب اللي نفس بالفيديو انا ذكرته، تميله تودي يمنى يسرى البوري الى ان يوصل يعني للزاويه بدون ميلان، تميله، بس لا تخليه بدون يعكس، عكس. لا تخليه يعكس نهائيا لا تخليه يعكس، خلي موصله البور صغير مدري شنو عادي، بس عكس لا تخلي. وشيني هاي شغله. البدايه مال البوري من فوق شنو راح تخلي؟ راح تخلي بالبدايه البوري تخلي، انا ايضا ذكرت في الفيديوهات السابقه، تخلي اللاستيكه او اللاستيكه مال دايم شيفت اللي موجوده عندها للسيارات اهل القطع غيار، تخلي مال درايم شيفت، وتخلي الكيبل ببطنها هي اول شيء مطاطيه تتحمل درجه حراره، وتضربها شناطه ستيل. انساها وش يعني، هو هذا الشغل الصح. بالاضافه اذا اجى نزل مي قطرات او شيء او هذا، ما راح يكون المي راح ينزل مباشره على الاجهزه طبعا صح، راح يكون المي واصل لحد مستوى نهايه البورد، وانا راح اثقب البورد او اضربه كوسره، يفضل بين تضربه كوسره افضل من التثقيب، لان التثقيب مستقبلا ينسد، اما ضربه الكوسره منها جانبيه واحده منها وواحده منها راح يعني صعوبه تنسد، مو مثل الثقوب. وش يعني؟ انا استخدم الكيبل فيكسبل. اي كيبل تستعمله براحتك، المهم تكون لا هو ال دخول 45 بالنسبه لابو 3، بالنسبه لابو 16 انا احكي القطر من 10 و16 و25 مرتاح جدا يعني، خاصه ها حلو. هسه تقول مرتاح زين، اذا مستقبلا ابو البيت يريد يدفع وايرات سحب، وايرات مولده، راح هو اكو كيبل انت ماده ودفع يمشي. انا مجربه يمشي. مجربه يمشي. انا ما اعرف، يجوز انت لين كهربائي مشيت هذا صحيح زين، ابو البيت يجوز ابو البيت صعب. بس اذا عدل بوري لا يمشي بسهوله. هذا قصدي انا هذا قصدي، بين احنا اي شغل نشتغله تحسب حساب ابو البيت. لا والله مو ابو البيت، تحسب حساب ام البيت تشتغل. صحيح. ام البيت اللي تواجه كل هاي صعوبات، تحسب حساب اللي هي احتمالات، يعني اللي هي صعب عليها تخلي ماشيه السويتش بلاك، انت تحسب حساب ام البيت تشتغل. كمان عنده مثلا اذا عاقن التسليك اسك سيم تسليك قوي واربط بيه واسحبه، بس حاليا انت كهربائي كفني ما تحصى عليه اي شيء صح، لكن ابو البيت يحصى عليه صح. ايوه. عندي سؤال كلش مهم، انا الصراحه اعتبر هذا السؤال يعني مشكله. السؤال هو اخوي حسام، التحويل بين فيزات الوطنيه، هل يا ترى السلكتر هذا الشيء صحيح ولا خطا؟ بالنسبه للاناره اوكي حلو، بالنسبه للاحمال الثقيله لا. ليش؟ اي اول شيء احنا اذا نريد نخلي سلكترات يعني لازم انت الكيبل تحسب حساب الفيز الواحد يتحمل البيت هو وصباغته والسخانات الموجوده به. ما اعتقد ابو البيت يتحمل يجيب 70 اذا هو انارته 10 امبير على مود والله في سبيل يحمل البيت كله، يعني كلفته جدا عاليه كلفه. اثنين يسبب حرائق، وهواي ناس فصل عنده فيز حول وتركه او ياثر على الشبكه. طبعا ياثر على الشبكه، قاطع والمحوله. هو انا جاي احكي به حول فيز الاول كلنا على الفيز الاول ونساها، صار اللود على فيز واحد، كل البيوت حولت سقط الفيز الاول، كل البيوت حولت فيز ثاني صح، وهل الترافيك لايت باقي لا وطقت المحوله المحول اجت دائره الكهرباء بدلتها جابوا غير محوله. هل يا ترى بين البيوت حولوا الفيزات؟ لا ما يحولوا والله وعلى حطتهم ما يحولوا. مشكله ثقافه ان موازنه الاحمال. وحتى نكون صادقين بهذا الشيء امام الاخوه، يعني السلكترات يعني مشكله كبيره، واذا الدوله تريد تحاسب فاول واحد يتحاسب هو الكهربائي يعني هو اللي يربط. واحنا مشكلتنا زين استاذ حلها شنو؟ كهرباء مو نظام. خليني اكمل لك شغله. احنا اول واحد يتحاسب هو الكهربائي. الكهربائي اذا يريد يتحاسب فيتحاسب بنسبه 51%. ال 49% راح توقع على المواطن اللي هو ابو البيت وشبكه الكهرباء. اذا كانت الشبكه ما يسقط بها فيز، انا على شنو اربط سلكتات؟ اذا نظاميه وشبكه نظيفه مضبوطه صحيح. واذا ابو البيت يتحمل بين يطفي السبلت مالته ساعه او ساعتين او يوم
اللي حين ما يصلحون عمي تكون استجابه سريعه من الصيانه مو صح. ممكن يتحمل. انا مره احد البوردات ما ربط السلكتر، والله ربطت السلكتر بس للانهاء بس، وباقي المنازل باقي السبالت ربطتها لحد الان احنا نربط بس سلكتر الاناره، وزعتهم بالتساوي. بعد مرور تقريبا يومين اتصل علي ابو البيت اللي هو هذا اللي اشتغلت له، قال لي عندي واحد من السبالت ما يشتغل. قلت له زين اكو كهرباء؟ كان يقول لي اكو كهرباء. رحت فحصت لقيت الواير مرفوع من مكانه ومربوط على غير مكان. خلال هاليومين صار نقص فيز. سوى ابو البيت ما قدر يصبر، فتح ربط على هذا، فلما ربطه ما ربطه زين، صارت رخاوه وتلاحقنا عليه. لو ما هو السبلت مالته طافي كان البورد احترق. زين هذا البورد لما يحترق واني التزمت كهربائي، التزمت بالشروط الصحيح للربط الصحيح بالشبكه. زين ابو البيت ما راح يعاونني ولا دارة الكهرباء راح تعاونني. زين هاي المشكله راح تقع علينا على الكهرباء الدرجه الاولى. الحل سلكتر واحد، لكن هم ما راح تقدر تسيطر على الحال. يجي ابو البيت يجي هو يحول، قام هو يحول من فيز لفيز، او يجيب فني يقول له حول لي، او يجيب فني. زين شلون يعني نص الليل اكو بيهم جماعه يعني والله العظيم يعني لا، ومن الممكن هو الصيانه نفسه ما يحول. صايم يا صح الله اكبر، اذان المغرب يعني موعد الافطار مو وخابرني قال لي صار عندي نقص فيز وانا قاعد افطر. هاي شلون يعني اني الروح مش يفلن الروح وذاك مو هو صار اسقاط بالمنطقه كلها. انت ليش تطرق الطريقه؟ اذا كانت الشبكه نظاميه وصحيحه ما يحتاج، لكن اغلبيه المناطق خصوصا المناطق الزراعيه انا صاير بي يعني انا مره من المرات مثل ما تفضل اخوي من بيت لبيت تحول، قمت بس احول اناره سلكتر، قاموا جماعه الصيانه هم نفسهم بس عاد يحول الفيز، وهذا السبب الطافي يعني ابو البيت قام ما يتحمل، وهذا حقه طبعا حقه. يقول لك انا ليش السبت مالته طافي ولا السخان بالصيف العفو بالشتاء. لكن هاي مشكله، لا انت ليش الدرجه الاولى على صيانه الكهرباء وعاد دوله محوله تعبانه. يعني الكل مشتركه، كل مشتركه والاسلاك تعبانه. يعني اكو مناطق ببغداد ما عندهم هذا الشيء، شبكات نظيفه وشبكه كهرباء نظيفه واستجابه سريعه لكادر الصيانه. لكن اكو مناطق هذا حقه يعني شنو بالصيانه يوما يلا يطلع واغلبيته اللي يجيب له ورقه مال الكهرباء وصيف ولا يجيب له ورقه مال الكهرباء ومحوله من التحمل. اذا هو مثلا 40 50 بيت وحاط له محوله من 250. انا اشتغلت فتره بالصيانات يعني المحوله من 250 يحط لها قاطعه بال 250. شو يسوي؟ يصير حمل خاصه هالقواطع بالمحولات ما يصير حمل على الفيز يعطى القاطع صح. ومثل ما تفضلتم يحول. زين انا ابو البيت ايش بدري انه صار هذا الخطا على هذا الاول والثاني والثالث. او الناس يجيبون قاطع يشدونه المحول 400 لا ويحولون حتى ما يفصل، يقول حتى ما يفصل يحول المحوله ويحولون ساعتها 250. شغله بقت انا نظام شغلي ابد ما اربط السلكترات حتى للاناره. لا بس الاناره بس الاناره صح، وهذا الشغل الصحيح. بس الاناره انا اللي يعجبني اكثر شيء يعني محافظه كركوك الامان، يعني الشبكه الكهرباء الوطنيه يعني تدفع لهم سنجل ما يسمح لك ما تعطي 3 فيز. 3 فيز نادر جدا يعطون. نقول له سلكتر، يقول شنو سلكتر؟ احنا كهربتنا سنجل يعني هذا شغل كلش حلو للامانه. هذا صحيح. يا ريت يكون هذا الشغل الصحيح والحلو والمرتب في بغداد، وان شاء الله خير. اخوي احمد كهرو ميكانيك سأل في الاسبوع السابق على تعقيبا على جوزة الاير ثكيج، بالاحرى الجواب اللي كان هو جوزة الاير ثكيج في النقاش السابق. قال يعني كيف راح تضمن بان هذا الزر التيست اللي مكتوب عليه حرف التي بان راح تضمن فصل جوزة الاير ثكيج؟ الجواب هذا يعني عام مو بس للاخص اخوي احمد. الجوزه الاير ثكيج اذا تريد تفحصها تنفحص عن طريق هذا الجهاز المعين لفحص جوزه الاير ثكيج. اربطع او عير على ال 30 ملي امبير واضغط فصلت الجوزه. انا كهربائي عندي هذا الجهاز، اخوي حسام اخوي سالم عندهم هذا الجهاز، فحصوه في مال لا راحوا.
بعد مرور 6 شهور سنه لازم يكون فحص دوري، مو صح؟ كل اسبوع كل اسبوعين. يعني شلون هذا بالبيت كل ساعه راح يتصل حسام عيني تعال جيب لي هذا الجهاز وافحص، اخويا سالم عيني تعال افحص. لا، هذا يعني مشكله راح يصير. لهذا السبب الشركه المصنعه وضعت مقاومه قيمتها تسريبيه اللي هي 30 ملي امبير. هذه ال 30 ملي امبير يصير فحص منزلي، يعني ابو البيت لما يضغط هذا الزر معناتها تم الفحص وتم الفصل على ال 30 ملي امبير. نقطة نظام استاذ ياسر تعليق على هاي الجزئية. الشركات هسه كاتبين لك على الجوزات بالانجليزي او بالعربي حسب المنشأ، كتبوا لك كل 6 اشهر لازم تضغطها تجربها جوزتك تشتغل. عمي على الوضع هذا غير كل اسبوعين، كل اسبوعين الصح للامانه. احنا شارحين شرحنا سابقا الصحيح هو اسبوعين للامان. فاني التعقيب على هذا السؤال بان جوزه الاير ثكج اول شيء من شروط ربطها تتاكد من الجوده، يعني الشركه المصنعه واثق من عندها، مو تجيب جوزه يا هي كان غير انت واثق من عندها. هاي شغله. الجوزه اذا تريد تحافظ عليها بان ما تعطل وكذا وهاي لازم تحافظ على الجوزه نفسها، يعني لازم تخليها في مكان بعيد عن الرطوبه، بعيد عن التراب، بعيدا عن الضباب، هو الرطوبه نفسها خليها. واحنا شرحنا في الفيديوهات السابقه بان نخلي لها كفر ووتر بروف، وشركه اوزن مشكوره بان وضعت او صنعت كفر يعني حقيقه ابداع. يعني الاي بي مالته 67 فالشيء روعه. فاحنا القصد ونشجع على هذا الشيء، ورجاء لا حد يصعب على اصحاب المنازل على جوزة الاير ثكج بان انت شرحنا تسميات وكذا. حببوا الناس على جوزة الاير ثكج لان حياه الناس اهم. الجواب على السؤال السابق في الحلقه السابقه، السؤال كان ما هو الفرق بين الجهاز التحويل الالكتروني، هو عباره عن ATS مصغر، ما هو الفرق بين جهاز التحويل الالكتروني وبين ATS الكونتكترات؟ شنو اخوي الفرق اخوي حسام؟ الفرق انه هذا الجهاز التحويل سعره رخيص ويحول لك بين الفيزات او السحب وطنيه المولد، ولكن المتانه مالته كلش قليله، يعني تقدر تستخدم الاناره ما تقدر تستخدم الباقي البيت. يعني ما تقدر تشغل عليه سبايك مثلا؟ لا ما تقدر. يعني ممكن نشغل سبايك عليه واحد اثنين هيك ممكن اذا صناعي، بس المنزل كله لا صعب يصير ويحترق. الاي تي اس كونتكترات بفيس فيلر حمايه، وممكن نضيف حمايه للاي تي اس، نضيف له اوكسيلاريات اللي هي سعرها زهيد مقارنه بسعر الاي تي اس اللي يوصل ل 800 الى اكثر، يعني 800,000 الى اكثر حسب نوع الاي تي اس وحسب المواد المستخدمه. حسب الامبيريه اي نعم حسب الامبيريه واستخدام الشخصي. يعني عنده 3 سبارات مو مثل عنده 10 سبارات، اكيد كونتكترات تكون اكبر والريليات كذلك. العفو الريليات هي سيطره ولكن الكونتكترات تكون اكبر. زين هسه مثلا عندك بيت جديد او بيتك انت، هذا السؤال خاص لك. ايش تشتغل او ايش تربط؟ جهاز تحويل الكتروني جاهز لو اي تي اس، اي ما تفضل بصوره خاصه لك؟ اذا مؤسسه جديد اربط اي تي اس كونتكترات. اول شيء مخلي وقت الفصل بين الفيزات او التحويل انا اتحكم به. زين هذا الشيء كلش مهم حتى لا يصير تصادم. هذا ايضا موجود. اثنين، اذا سقط فيز او سقط البارد يجيني 380 فولتيه تحرق لي الاجهزه، الاي تي اس مستحيل يصير هاي الحاله. عندك حمايه. عندي حمايه. هي بالاضافه يعني اضافه لاخويا حسام بين الاي تي اس اذا تريد تخليه حمايه مضبوطه بين لازم انت الكهربائي تشتري الاغراض اللي واثق من عندها. يعني الفيس فيلر او الكويل حمايه سنجل واثق من عنده. يعني ايضا اكو موجود اي تي اس حمايه تعبانه موجود لان هو ربط فيس فيلر او كويل حمايه سنجل تعبان. راح شو يقول ابو البيت؟ راح يقول انا حطيت اي تي اس وصرفت عليه كذا مبلغ وتالي يطلع جهاز التحويل جيراني احسن من عندي. لا، هو سويتش الكهربائي لما ربط كويل حمايه او فيس فيلر 3 فيز ربط غير جيد. صح. فهذه تعتمد على امكانيه صاحب البورد او البيت، وايضا يعتمد على
ذكاء او شطاره الكهربائي حتى يختار النوعيه الجيده. عين اخوي سرمد، نعم. شنو رايك؟ ما هو الفرق؟ الفرق انه يمنع لي التصادم. يعني قصدك الجهاز التحويلي يمنع التصادم؟ لا، الاي تي اس يمنع التصادم من اربط الى اوكسلريات. نعم. تمنع لي التصادم اذا لطش الكونتكتر مال السحب او مال المنزل او مال الوطنيه، مستحيل يعبر كهرباء، راح يظل طافي. اما بالجهاز التحويل راح يرجع وين؟ على ابو المولده. صح. راح يسبب لي ضرر بالمولد، ينفجر اغلبيه الجسم مرات ينفجر في بعض الاحيان. صح. فالاي تي اس يمنع لي التصادم، طبعا بيحميني البورد. طبعا اخوي حسام ذكر الاوكسراليات، سرمد ايضا. فقره الاوكسرالي في الكونتكترات الاي تي اس هذه مهمه جدا وغير متوفره في الجهاز التحويل التلقائي، الجهاز التحويل الالكتروني. هذا الاوكسرالي موجود فقط بالاي تي اس، وهذه الفقره كلش مهمه. هذه نقطه مهمه بان اني اشجع الكهربائيين او اشجع اصحاب المنازل بان يربطون اي تي اس. اذا كانت تكلفه عاليه فخلي الكهربائي يسوي كونتكترات صغيره الحجم حتى في سبيل اربط اوكسراليات يمنع التصادم. انتم ما سامعين دائما ابو المولده يقول لك هذا ابو البيت رجع علي جوزه، رجع علي كهرباء وطقت الجوزه واحترق. هذه موجوده فقط بالالكتروني. يعني ما بي ايضا اذا الكهربائي ما ربط اوكسرالي للاي تي اس نفس الحاله، يعني راح يصير عمله حاله الجهاز التحويلي، وبالتالي خسر فلوس وما سوى شيء. وهن كلفه الاوكسلري ما يتجاوز ارخص شيء بالاي تي اس، واهم جزء هو كلش مهم. الجواب هذا طرحناه. الفائز بالحلقه هو علي مسافر. سؤال هذه الحلقة: لماذا نضع الإنارة الخارجية باللون 3000 كلفن أو اللون 2700؟ يعني ليش الإنارة الخارجية والطرق الخارجية إنارة شمسية مو إنارة بيضاء؟ سؤال هاي الحلقة. حتى المنازل، حتى المنازل الإنارة الخارجية تكون بالشوارع بالطرق الخارجية وبالمباني الخارجية. سؤال هاي الحلقة. وصلنا إلى ختام هذه الحلقة الثالثة. طبعا احنا نشكر أخوي حسام سمير، كهربائي مبدع عن جدارة صراحة والله. أشكرك، شهادة أعتز بها. الله يحفظك يا رب. الأستاذ ياسر الدهب، والكلام وياك كلش حلو. الله يسلمك، الله يحفظك، الله يبارك فيك يا رب. طبعا احنا نرجع ونقول سوالف كهربائي هي قابلة للنقاش. هذه الجلسة الحلوة إن شاء الله تتكرر، وأيضا راح نستضيف بعد أصحاب مهن ويانا مشتركة، يعني مثلا السباك، سيراميك، الجوص. احنا هذا البرنامج نريده يكبر شوية، يكبر تفاعلكم، وجودكم، اقتراحاتكم، تعليقاتكم، أي شيء سلبي على البرنامج اكتبه جوه. واحنا نشكركم على الكلمات الحلوة، الإيجابيات اللي يزيد من معنوية البرنامج، واحنا نشكركم والله يحفظكم يا رب. اخوي سالم عندك؟ شكرا استاذ حسام. شكرا لك استاذ، شكرا لحضورك. الله يحفظك، شكرا لك. اشكركم جزيل الشكر. انتظرونا في الحلقة القادمة مع ضيف جديد كل يوم جمعة مع سوالف كهربائي الساعة 7. تحياتي.